بسم الله الرحمن الرحيم. 3 dimensional shapes or solids. يا اما هيقول لي ان الشكل ده عبارة عن 3 dimensional 3D زي السينما 3D كده مجسمة، او يقول لي ان هو solid. يبقى ايه هي السوليدز؟ اول solid عندي هو الكيوب. الكيوب ده زي البوكس كده، زي الصندوق، بيبقى كله شبه بعضه، بيتكون كله من فيسز زي بعضها، كله قد بعض. الصندوق اللي هو اللي زي بعضه اللي هو المتساوي بيبقى اسمه كيوب. بيتكون من 8 vertices. يعني ايه vertices؟ جمع vertex، اللي هي العلامات البوينت الحمراء دي. السايد بيتقابل مع السايد، جنب الصندوق بيتقابل مع الجنب التاني في بوينت، البوينت دي بنسميها vertex. لو عديناهم هيطلعوا 8 vertices. اوكي. طب بيتكون من كام ايدج ده اللي هو الجنب او الحرف بتاع الصندوق، او اللاين اللي هو باللون الاسود ده. لو عدينا how many lines هنلاقي ان هما 12 lines، يبقى 12 ages. يبقى الايدج هي السايد او اللاين او الجنب بتاع الصندوق بتاع الكيوب. طب عندي كام فيس؟ لو جبت صندوق وقعدت اعد الوشوش بتاعته كده هنلاقي ان هو بيتكون من 6 فيسز، عامل زي الزهر بتاع الطاولة او السلم والتعبان، هتلاقي مكتوب عليه ارقام من 1 ل 6 لان هما 6 فيسز. الفيس ده كمان اسمه فلات فيس. يعني ايه؟ يعني طالما ان هو فلات اقدر احطه يبقى كأنه بيز او قاعدة يقدر يقعد عليها. البوكس يقدر يقعد على اي جنب من السكس فيسز بتوعه، لان السكس فيسز بتاعة الكيوب بتبقى عبارة عن سكوير. يبقى الكيوب بيتكون من 6 سكويرز، 6 فلات فيسز، كل فيس فيهم على شكل سكوير. طب لو كان صندوق بالشكل ده بالطول ده كده بنسميه كيوبويد او ريكتانجولار بريزم. ريكتانجولار بريزم، كلمة ريكتانجل ليه؟ لان الفيسز بتاعته على شكل ريكتانجل زي ما هنشوف بعد كده. برضو نفس الكلام، الكيوب زي الكيوبويد. كام فيرتسيز؟ عندي 8 فيرتسيز. كام ايج؟ عندي 12 ايجز، لان هو صندوق يا اما على شكل مربع كده يا اما على شكل ريكتانجل كده، يا اما كل الفيسز بتاعته زي بعضها يا اما ايه مطول كده شويه بيبقى شبه الريكتانجل. اوكي. يبقى نفس الفيرتيسز 8، نفس الايجز 12، نفس الفلات فيسز عندي 6 فلات فيسز، 6 وشوش اللي هي بنسميها بيزز. يبقى ال 6 فيسز بتوعه كلهم يعتبروا كانهم بيزز يقدر يقعد عليهم. اوكي. اقدر احطه هنا على الجنب ده او على الجنب ده، بس الفيسز هنا على شكل ريكتانجل مش على شكل سكوير. يبقى ده الاختلاف الوحيد ما بين الكيوب والكيوبويد، هنا سكوير هنا ريكتانجل. طب الشكل اللي قدامي ده اسمه بيراميد طبعا، بس سكوير بيزد. سكوير بيز يعني القاعدة بتاعته اللي بيقعد عليها على شكل ايه؟ سكوير من تحت اهي على شكل سكوير، يبقى اسمه سكوير بيزد بيراميد. عدد الفيرتيسز هنعد كده البوينتس ديت هنلاقيهم 5. لو عدينا 4 تحت وواحدة فوق يبقى كده عندي 5 فيرتيسز. كام ايدج؟ هنعد الايدجز اللي باللون الاسود دي هنلاقيها 8، 4 تحت و4 بالطول. طيب كام فيس؟ عندي فلات فيس تحت اللي هي اللي على شكل سكوير، وعندي 4 ريكتانجلز بالطول. لو عدينا كده 2 قدامي وفي 2 من الناحية التانية يبقى أنا عندي 5 فيسز أو 5 بيزز يقدر يقعد على أي جنب منهم. اللي تحت على شكل سكوير و4 على شكل تراينجل. طب السلندر اللي هي على شكل الماسورة دي، السلندر دي ما فيهاش فيرتسيز طبعا. ليه؟ لان الفيرتكس دي بتبقى عباره عن ايه؟ لاين بيقابل لاين في بوينت. انا ما عنديش لاينز اصلا، ما عنديش ايدجز، يبقى نو فيرتسيز ونو ايدجز كمان. ما عنديش اي حروف اي جوانب لان هي على شكل كيرفت كده مدوره، ملهاش سايدز. السايد بتتكون او الفيرتكس بتتكون لما بيكون في عندي ايدج، بيكون في عندي ايه؟ لاين. انا ما عنديش هنا لاينز، كله كيرفد لاينز. اوكي. يبقى ولا فيرتكس ولا ايدجز. عندي ايه؟ كام فلات فيس؟ عندي 2، اللي فوق واللي تحت اللي على شكل سيركل. دي البيزز اللي يقدر يقعد عليها. انا اقدر اقعده على اي وش من اللي فوق او اللي تحت، اللي هي السيركل اللي فوق او اللي تحت. ما ينفعش اميلها على جنبها، لو ميلتها على جنبها تجري تبقى ما هياش فلات فيس. اوكي. طب بالنسبه للسفير، السفير اللي هي الكوره، واضح ان عندي في الكوره كل حاجه زيرو. زيرو فيرتكس، ما عنديش ولا فيرتكس ولا ايدج ولا فلات فيس. يعني ايه فلات فيس؟ قلنا
ده اللي انا اقدر احطها على الترابيزه، اقدر احطها على الترابيزه وما تجريش. ينفع احطها على الترابيزه وما تجريش حاجه فلات كده؟ لا، هي عباره عن كيرفت فيس، هي كلها السفير عباره عن وان كيرفت فيس، انما ما فيهاش فلات فيس. فلات يعني ايه؟ مستويه، ما تقدرش تتحط بشكل مستوي، يبقى ذي زيرو فلات فيس، انما كلها عباره عن كيرفت فيس، وان كيرفت فيس. هنا بيقول لي جوين وجايب لي الاشكال او السوليدز، وبيقول لي هوصل. اول شكل اسمه كيوب، تاني شكل كيوبويد او بنسميه ريكتانجلر بريزم، يا اما كيوبويد يا اما ريكتانجلر بريزم. تالت شكل هرم، طبعا بيراميد، كلنا عارفين الاهرامات. بيراميد او بنقول عليه ايه؟ سكوير بيزد، اللي البيز بتاعته على شكل سكوير، يبقى سكوير بيزد بيراميد. واللي بالاخضر ده سلندر. واخر حاجه السفير. سلندر ما فيهاش فيرتكس قلنا، وما فيهاش ولا فيرتكس ولا ايه ولا ايدجز، وعندها تو فلات فيسز بس. اوكي. sorting 3D. هنبتدي بقى هنا ايه؟ نشوف كل سوليد من اللي احنا شفناه الفيس بتاعه على شكل ايه. واضح ان الكيوب لسه قايلين ان هو عباره عن 6 فيسز، كل فيس على شكل سكوير، كل وش من الوشوش اللي بيقعد عليها على شكل سكوير. انما الريكتانجلر بريزم من اسمه كل فيس عندي على شكل ريكتانجل، يبقى الكيوب على شكل سكويرز، الريكتانجلر بريزم على شكل ريكتانجل. السلندر عندي تو بيزز اللي بيقعد عليهم، تو فلات فيس، فلات فيس يعني بيز اللي بيقعد عليهم على شكل سيركل. طيب بالنسبة للبيراميد على شكل ايه؟ اتفقنا البيز اللي تحت على شكل سكوير، انما الفيسز اللي فوق عندي 4 تراينجلز، يبقى انا عندي 4 تراينجلز. هنا جوين بقى السوليد بإيتس بيز، بالبيز بتاعته او بالفيس اللي عنده. اوكي. الكيوب اللي فوق عندي 6 فيسز كلهم على شكل سكوير، يبقى انا اقدر اوصله بالايه؟ بالسكوير. طب بالنسبه للكيوبويد او ريكتانجلر بريزم من اسمه، يبقى هو على شكل ريكتانجل، يبقى الفيسز بتاعته على شكل ريكتانجل. طب بالنسبه للبيراميد عنده بيز تحت على شكل سكوير، والباقي كله على شكل ايه؟ تراينجل، فاقدر اوصله بالتراينجل. وممكن كمان اقول ان هو عنده كمان ايه؟ سكوير، يعني ممكن اوصله بالاتنين، بس طبعا هوصله بالتراينجل لان عدد الفيسز بتاعته تراينجل اكتر. بالنسبه للسلندر عندي تو بيزز او تو فيسز على شكل سكوير، انما اللي متوصل ما بينهم ده كيرفد لاين، ده ما ينفعش ان هو يقعد عليه، ما ينفعش يتقال عليه فلات، يعني لو اتحط ايه؟ يتدحرج على الترابيزه كده. هنا بقى ازاي اعمل كيوب او كيوبويد او اي سوليد من اللي احنا خدناه عن طريق الورق المقوى، الكارد بورد، عن طريق الايه؟ الورق المقوى، كرتون. هعمل ايه لو انا عندي قصيت بالشكل ده 6 سكويرز بالشكل اللي قدامي ده بالظبط؟ لو انا جمعتهم على بعض يعملوا لي الكيوب، لان الكيوب بيتكون من 6 سكويرز، 6 فيسز على شكل سكوير. فلو قصيت الشكل اللي قدامي ده من الورق المقوى هيعمل لي كيوب. طب لو انا حبيت اعمله عن طريق كلاي اند ستروز، اللي هي الايه؟ عارفين الخله بتاعت السنان او اللي هو ايه؟ الكبريت، عيدان الكبريت، نقدر نجيبهم ونحطهم بالشكل ده ونربط ما بينهم بايه؟ بالكلاي اللي هو بالصلصال. يبقى حطينا كده ادي 1 2 3 4 عملنا على شكل سكوير عيدان كبريت كده، وربطناهم بايه؟ بحته صلصال. اوكي. وحطينا تاني، هنزود بقى، احنا عندنا كام؟ 12 ايجز، يبقى انا عايزه 12 عود كبريت. اوكي. هربط برضو ما بينهم، عملت بالشكل ده ووصلت ما بينهم بايه؟ او جمعت ما بينهم بالصلصال، بالكلاي. اوكي. هكمل لتحت ولفوق علشان اعمل شكل الكيوب. يبقى انا محتاجه 12 ستروز، وهوصل ما بينهم ب 12 قطعه او ب8 قطع ايه؟ اللي هي الفيرتسيز، 8 قطع ايه؟ كلايز من الصلصال، يعني 8 دواير كده، اقطع حته صلصال واوصل ما بينهم كده، انا كونت الايه؟ الكيوب. طبعا دي حاجه كويسه قوي ان احنا نقدر واحنا بنعمل كده هنفتكر دايما لما يجي لنا في السؤال انا عندي كام ايدج. انا استخدمت كام؟ استخدمت 12 خله، يبقى هم انا عندي 12 ايدجز. استخدمت قد ايه؟ كام حته صلصال؟ استخدمت 8.
نفس الكلام في الكيوبويد، بس بدل ما كانت الاشكال على شكل سكوير هتبقى على شكل ريكتانجل، سواء بالورق المقوى او سواء بالايه بالخله او بعيدان الكبريت. هستخدم برضو 12 خله وهوصل ما بينهم او هربط ما بينهم ب8 8 قطع من الصلصال. يبقى ال8 قطع من الصلصال دول هم الفيرتسيز بتوعي، 8 فيرتسيز، وال12 خله اللي انا استخدمتهم دول هم هم الايدجز عندي. اوكي، بس اختار هنا الخله واحده طويله واحده صغيره بحيث ان هما يبقوا شكل مختلف، يعني في الريكتانجل عن السكوير لازم الخله كلها تبقى قد بعض. لو انا حبيت بعمل بيراميد بالورق المقوى بالكارد بورد، برضو هعمل بالشكل اللي قدامي ده، في النص على شكل سكوير وخارج منه 4 تراينجلز بالمنظر اللي قدامي. طب لو حبيت برضو اعمل البيراميد عن طريق الكلاي والستروز، يبقى هستخدم كام خلة سنان؟ متوقعين كام خلة؟ اللي هي النمبر اوف ايجز 8. 4 تحت، هعمل سكوير تحت وهطلع من السكوير ب 4 ستروز، 4 خلات كده من فوق، وهربطهم بايه؟ اللي هي الفيرتكس اللي هي بنعملها بالكلاي بالصلصال. يبقى انا عندي 5 قطع صلصال هربط ما بينهم، هربط بيهم يعني ال8 عيدان كبريت او ال8 خله اللي انا عملت بيهم. يبقى النمبر اوف ايجز 8، انما النمبر اوف فيرتسيز عندي 5.